السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا جماعة؟ معاكم احمد. النهاردة هنتكلم عن التشارجنج او الشحن وانواع الشحن. احنا هنتكلم عن الاتوم بتاعتي مبدئيا كده عبارة عن جزئين، جزء النيوكليوس وجزء النيجاتيف الكترونز اللي حواليها او الكلاود اللي بتبقى فيها النيجاتيف الكترونز. الالكترونز دي بتبقى شايلة شحنات سالبة نيجاتيف تشارجد، ولكن النيوكليوس دي بتبقى شايلة شحنات موجبة نتيجة وجود البروتونز اللي جواها، وبيبقى فيها نيوترونز، والنيوترونز دي بتبقى حاجة ملهاش أي شحنات. وده كلام سهل وبسيط كلنا عارفينه. إذا كانت عدد البروتونز قد عدد الإلكترونز بنقدر نقول إن الأتوم بتاعتي دي نيوترال. إذا كانت عدد الإلكترونز أقل من عدد البروتونز بنقول عليها positively charged atom، أو لو عدد الإلكترونز أكتر من عدد البروتونز بنقول عليها negatively charged atom. اول واحد ابتدى يتكلم بتفكير علمي من زمان، طبعا ناس من زمان جدا لاحظت تغيرات نتيجة الشحن والكلام ده كله، ولكن اول واحد ابتدى يتكلم بتفكير علمي كان الانجليزي ويليام جيلبرت. ويليام جيلبرت اول واحد ابتدى سنة 1600 ان هو يتكلم عن موضوع الشحن. كان عامل مجلد كبير مكون من 7 كتب، كان مسميه بالفرنسي دو ماجنت ده كان يقصد بيه، طبعا هو ليه اسم كبير ولكن كان اختصار المجلد دو ماجنت، كان اسمه بقى بس احنا طبعا هنقوله in English on the magnet and magnetic bodies and on the great magnet the earth. ده كان اسم المجلد بتاعه. طيب ابتدى يتكلم في المجلد ده، كان فيه 7 كتب جواه، كان احدى الكتب دي بيتكلم عن الشحن والالكتروستاتكس، وان ازاي في شحن بيبقى موجود وازاي بيبقى في حاجة تقريبا اسمها شحنات، والكلام ده كله كان اول واحد يتكلم عنه بطريقة علمية كان ويليام جيلبرت العالم الانجليزي. طيب خلينا نبدأ بقى في موضوعنا على طول. عندنا نوعين من الشحن، يا اما بالكوندكشن يا اما بالاندكشن. هنبدأ نتكلم معانا عن النوع الاولاني اللي هو charging with conduction. تخيل معايا كده ان احنا جبنا رد، والرد ده عن طريق ان احنا مثلا نقلنا له نيجاتيف تشارجز عن طريق الفريكشن. جبنا مثلا اي حاجه صوف او حاجه مثلا حرير، وابتدينا ان احنا ننقل له تشارجز او بوزيتيف تشارجز مش هتفرق. وجبنا جسم تاني وليكن احنا بنمثله في شكل كوره. الجسم التاني ده نيوترال، جسم عادي جدا مش مشحون مفهوش اي حاجه، جسم عادي جدا خالص نيوترال، يعني مفهوش اي حاجه، عباره عن بس تشارجز بالنيجاتيف وتشارجز بالبوزيتيف. تخيل معايا كده لو احنا جبنا الرد بتاعنا ده اللي هو النيجاتيف تشارجد ولزقناه في الكوره بتاعتنا، هيبدا يحصل ايه؟ اول ما نلزقه في الكوره بتاعتنا هتبدا الالكترونز بتاعتي تتنقل اللي في الرد ما بين الريبالشن فورسز اللي بينها وبين بعضها، هي مش طايقه بعض، ليه؟ في ريبالشن فورسز كتيره، فهتبدا الالكترونز بتاعتي تنتقل للكوره، فكده عدد الالكترونز اللي في الكوره هيزيد. وما دام عدد الالكترونز في الكوره هيزيد يبقى كده الكوره كانها اتشحنت بشحنه سالبه. يعني ممكن نعبر عن الكوره دي ان هي كده ايه؟ اتشحنت بشحنه سالبه، يعني اصبحت نيجاتيف تشارجد، يعني الجسم بتاعي ده اصبح عليه شحنات سالبه. حلو قوي. ده كده النوع الاولاني من الكوندكشن. هتقولي طب انا لو عايز ابوظف تشارجز، نفس الفكره ان انا هجيب برضو الرود بتاعي، ولكن الرود بتاعي انا هعمله بحاجه مختلفه، اخليه بوزيتيف تشارجد، وبنفس الكلام ان انا الزقه بحاجه على طول بالكوندكشن، يعني باللمس لمسته فيها، فهيبدا البوزيتيف تشارجز تخلي الالكترونز اللي في الكوره تتحرك على الرد. بقى عندي في الاخر ان الكوره بتاعتي اصبحت خلاص بوزيتيفلي تشارجد، فده موضوع سهل جدا. طيب النوع التاني من الشحن هو charging with induction. تخيل معايا انا جبت برضو الرود بتاعي وعندي الكورة بتاعتي، ولكن انا خليت الرود يقرب من الكورة من غير ما يلمس. هيبدأ يحصل ايه؟ هتلاقي ان الكورة ابتدت الشحنات الموجبة تتجمع في الناحية اللي قريبة من الرود، والشحنات السالبة تبعد الناحية التانية. طب وبعدين لو انا جيت وصلت الكورة بتاعتي دي بالارضي، تتوقع يحصل ايه؟ اول ما اوصلها بالارضي هتبدأ على طول الشحنات بتاعتي تدخل على الارض، الشحنات السالبة تجري على الارض عايزة تهرب. واول ما الشحنات السالبة تهرب على الارض وانا ابعد الرد بتاعي، يوصل معايا في الاخر ان انا اصبحت ان انا شحنت الكورة بتاعتي ب بوزيتيف تشارج. ودي كانت الطريقة التانية في الشحن بالاندكشن. وشكرا ليكم، وهتدعمني جدا لو عملت سبسكرايب للقناة ولايك لو الفيديو عجبك، ولو عايزين نتكلم عن موضوعات تانية ممكن تقولها لنا في الكومنتس. والسلام عليكم.